الذي لا يمكن نواله إلا من خلال خلقه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فاستعمل صلى الله عليه وسلم اسم الموصول ليعم كل المؤمنين، وصاغ النفع بالمضارع ليتجدد ويستمر، ووصف المنتفع بوصف الأخوة ليشمل كل إنسان، وأبهم المنفعة لتعم كل أشكال المعروف مهما عظمت أو دقت. وهذا ما يجعل خصلة النفع ميزة كل مؤمن يسعى إلى التقرب إلى خالقه، ولكن لا يكون الخلق ولكي لا يكون الخلق حجابا بينه وبين ربه، فالسبيل هو نيل محبتهم بنفعهم وخدمتهم، فالوجود كما قال أحد الحكماء ينفعل بالجود. فهذه المقاصد هي الأطر المرجعية الموجهة والمفسرة لعملية المراجعة المذكورة والمهيكلة لكل الاختيارات في مجال القيم والمضامين، والمقاربات في مجال تصريف البيداغوجي والتنفيذ الديداكتيكي، فهي الضامن لتبليغ حقيقة الدين وروحه في المنهاج، والعاصم والمانع من أن تنفذ إليه مفاهيم الغلو والتطرف أو تتسرب إليه قيم الكراهية والانتهاك.